السمبوسك. عايزة اقولك اهم طبق بالنسبة لي على السفرة، شهية جدا ولذيذة اوي وكمان بتفتح النفس على الفطار. تعالوا بينا نعملها النهاردة بثلاث حشوات مختلفة اسهل واجمل من بعض. وعايزة اقولك يا سلام عليها بقى سمبوسك شاورما فراخ او سمبوسك باللحمة المفرومة وبالميكس جبن بقى خطيرة، بتوديكي في حتة تانية خالص. زي ما انت شايفة مفيش اجمل ولا اسهل من كده. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هجيب عندي صدر فرخة بعد ما نقعته كويس جدا في ملح وخل ودقيق وليمون. هقطعه مكعبات صغيرة بالحجم ده كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هجيب طاسة على النار او وok، هحط فيه شوية من الزيت. بعد كده بقى ما يسخنوا كويس جدا هنزل فيه بمكعبات الفراخ اللي انا قطعتها مكعبات صغيرة بالحجم ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما ضفتها بقى في الطاسه كده مش هقلبها خالص الا لما احس ان هي اتشمعت من تحت بالشكل ده كده وغيرت لون اهو زي ما انتوا شايفين. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. عايزه اقولك ان سمبوسك الشاورما دي بجد بيبقى طعمها مختلف وطعمها في منتهى الجمال. لو جربتيها صدقيني هتعتمديها على طول، مش هتتنازلي عنها ابدا في حشواتك في السمبوسك. بعد كده بقى هنبهر الفراخ بنص معلقه صغيره من الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر والزعتر والقرفة، واهم حاجة بقى نص معلقة من بهارات الشاورما. وقلبي بقى البهارات الحلوة دي كده مع الفراخ وشمي الريحة الجميلة. عايزة اقولك بجد ريحتها مختلفة وطعمها بجد في منتهى الجمال. قلبت بقى الفراخ بالشكل ده مع البهارات وشوحتها كويس جدا. عايزه اقولك 5 دقايق بس على نار عاليه. بعد كده هدي عليها النار على نار وسط لحد ما تنشف تماما من الميه اللي فيها والسوائل اللي فيها بالشكل ده كده اهو. في المرحله دي بقى هجيب بصلايه صغيره مفرومه وفرم ناعم. بعد كده هضيف عليهم قرن فلفل رومي اخضر او احمر او اصفر المتوفر عندك. انا هكتفي بالقرن الفلفل الرومي الاخضر. طبعا لو انت عايزاها سبايسي تقدري تضيفي قرن فلفل اللي هو السبايسي الاخضر او الاحمر اللي انت عايزاه برضو. بس عايزه اقولك بجد بتبقى مختلفه جدا وطعمها في منتهى الجمال. شوحتها كمان 5 دقايق على نار متوسطه زي ما اتفقنا بالشكل ده كده وكانت خلاص نشفت معايا وبقت في منتهى الجمال. تاني حشوه عندي بقى وهي ميكس الجبن. هجيب ميكس جبن رومي على موتزاريلا على شيدر على شويه كده من قطع الزيتون اسمر على اخضر واقلبهم بالشكل ده كده. طبعا لو ضفت عليهم فلفل رومي برضو بيبقى طعمه في منتهى الجمال. وادي حشوة الفراخ جاهزة معايا. وطبعا اللحمة المفرومة مفيش اسهل ولا اجمل من كده. بتجيبي طاسة على النار وتحطي فيها شوية من الزيت وتضيفي فيها اللحمة المفرومة بتاعتك. وبعد 5 دقايق بالظبط بتضيفي عليها البصل وملح وفلفل وتشوحيها 5 دقايق على النار. وبكده جاهز معاكي احلى واجمل 3 حشوات للسمبوسة. في المرحلة دي بقى نحشي السمبوسة بتاعتنا بكل سهولة. بتجيبي كده ورقة السمبوسة بتاعتك وطبعا اختاري نوع تكون كويسة جدا علشان ما تقدريش منها كتير. وتضيفي فيها الحشوة بتاعتك طبعا الكمية اللي انت عايزاها وتلفيها بقى حسب ما هي ماشية في ايدك. تلفيها يمين وشمال. عايزة اقولك هتمشي معاكي للاخر وهتتقفل وتبقى سهلة جدا. زي ما انت شايفة كده حطيت الجبن بالشكل ده كده حطيتها بقى ابتديت الفها يمين وشمال على ايديا بالشكل ده كده لحد الاخر. هتلاقيها بتتقفل معاكي. بتيجي بقى عند الاخر ده كده تدهني دهنة بسيطة من الزيت او شويه كده من الدقيق على الميه تعمليهم كده زي عجينه سايله كده. وتقفلي كده السمبوسه من فوق بالشكل ده كده اهو. ادينا عملتها 7 كده زي ما انتوا شايفين اهو. وعبيتها وابتديت بقى اخدها يمين وشمال تمشي بقى حسب اتجاه ايدك. هتلاقيها سهله جدا وبتتلف معاكي بكل سهوله. تعالوا نعملها مع بعض مره كمان بشكل اوضح زي ما واضح قدامكم في الفيديو. بقوم جايبه ورقه السمبوسه وتانية طرفها كده على طرف السمبوسه وبقوم قلبها اصبحت عندي كده شكل جيب. بقوم بقى حشيها كده الحشوه المتوفره عندك. والطرف الاخير ده زي ما انتوا شايفين بدخله كده بالشكل ده كده نظام جيب اهو. وقفلت اصبحت عندي جاهزه ورقه السمبوسه احلى واجمل سمبوسه زي ما انت شايفه. عايزه اقولك صدقيني سهله جدا جدا. هتلاقيها ماشيه معاكي وبتتلف لوحدها زي ما انت شايفه كده بكل سهوله زي ما واضح قدامكم في الفيديو. تابعي بس الخطوات وصدقيني هتطلع معاكي في منتهى الجمال. تعالوا بينا بقى نحمرها مع بعض. هتسخني شويه من الزيت وهتضيفي فيه السمبوسه بتاعتك على نار متوسطه. اول ما بتحطي السمبوسه كده وتلاقيها اخدت لون من تحت لون دهبي جميل زي ما انت شايفه بالشكل ده كده بتقلبيها على الناحيه التانية. وعايزه اقول لك كل الموضوع بياخد من 3 ل 5 دقايق بالظبط في الزيت. ما بتغيبش ولا حاجه وبتطلع معاكي مقرمشه والجبن فيها سايحه بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك بجد تحفه. قد ايه سهله وبسيطه جدا. وعايزه اقولك طول شهر رمضان ما بتتنزليش عنها على السفره. من اهم واجمل طبق على السفره بجد. سهله جدا وبسيطه قوي. عايزه اقولك شربش معاكي زيت خالص. وقد ايه بتبقى خفيفه جدا جدا. شايفين الجبن قد ايه سايحه وطعمها بجد في منتهى الجمال. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد كانت مقرمشه ولذيذه وطعمها خطير جدا جدا. وادي حشوه الشاورما اللي احنا عملناها مع بعض قد ايه مختلفه وطعمها في منتهى
منتهى الجمال. وعايزه اقولك بقى ان بالنسبه لي دي احسن حاجه انا عملتها، يعني الشاورما واللحمه المفرومه احسن بالنسبه لي من الجبنه. اقيمهم 10 من 10 بجد. سامعين صوت القرمشه؟ عايزه اقولك انت بتقلي وما بتلاقيهاش، بيخطفوها منك كده وانت واقفه تقليها من حلاوتها وجمالها. نفرزها بقى ازاي؟ بجيب طبق كده واحط فيه كيسه كده من بتاعه التلاجة، واحط فيها بقى طبقات من السمبوسك، واحط من كل طبقه والتانيه كيس بلاستيك، واحفظيها بقى في الفريزر، بتقعد معاكي فتره طويله ما بيجرالهاش اي حاجه، وقليها وهي متلجه مش هيحصل لها حاجه طبعا. وده كان الفيديو بتاعنا ادعمونا النهارده. بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.